أول فيلم تاريخي في السينما المصرية فيلم شجرة الدر، إنتاج آسيا داغر، أول ممثلة تلعب شخصية تاريخية في تاريخ السينما المصرية. سيناريو وحوار وإخراج أحمد جلال. عن رواية شجرة الدر للأديب والروائي والمؤرخ اللبناني جورجي زيدان، اللي أنشأ مجلة الهلال سنة 1892، اللي كان بينشر فيها كتبه على فصول. كتب روايات تاريخية ومن ضمنهم رواية شجرة الدر اللي أحمد جلال عملها سيناريو وحوار وأخرجها. جورجي زيدان في الرواية بيقول إن صلاح الدين الأيوبي خلاص مصر بقت في حوزته وبنى فيها القلعة وبقى فيها كرسي ملكه، وبعد كده السلاطين توارثوا الحكم من ولاده واخواته واولادهم واحفادهم وقسموا بينهم ملك مصر والشام لحد سنة 637. كانت مصر مع الملك الصالح ابن الكامل، واقتنى المماليك الأتراك، جمع 1000 مملوكي وبنى ليهم قلعة في جزيرة الروضة ونقل فيها أهله وحاشيته ومماليكه وبقى بيحكم منها. وفي أيام الملك الصالح الصليبيين عملوا حملة على مصر بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، وكان الملك الصالح عيان. نروح بقى للفيلم. شجرة الدر جارية تركية بتستحوذ على قلب الملك الصالح فبيتجوزها، بتتدخل في شؤون البلاد وبترسم خطط وبتدبر مكائد لما الحرب ضد الصليبيين بتقوم. الملك الصالح بيموت والحرب شغالة، بتخفي خبر موته عشان الجنود في المعركة يفضلوا ثابتين ما يتهزوش. شجرة الدر بتحكم وبتؤمر بأمر الملك الصالح لحد ما بينتصروا على الصليبيين وبتعلن خبر موته. بيجي ابنه توران شاه من مراته الأولى بيحكم كخليفة لأبوه. توران ما كانش بيحب شجرة الدر. في نفس الوقت عز الدين أيبك كبير المماليك بيأيد شجرة الدر، بيقتل توران شاه وبيتجوز شجرة الدر. شجرة الدر بتتوج ملكة على عرش مصر. طبعا عز الدين أيبك بأطماعه بيبقى عقبة في طريقها، بتأجر حد يقتله. بترجع سلامة مرات عز الدين أيبك الأولى تنتقم من شجرة الدر، وبتراسل الخليفة في بغداد عشان يصدر أمر بخلع شجرة الدر. سلامة بتشتري حراس شجرة الدر بفلوس عشان تنفرد بيها وتقتلها في عقر دارها، ودي كانت نهاية شجرة الدر اللي اتكتبت في التاريخ. اللي لعب دور شجرة الدر طبعا آسيا داغر، دور سلامة ماري كويني، دور عز الدين أيبك عبد الرحمن رشدي. الفيلم تصوير بريمافيرا، مونتاج ماري كويني، توزيع بهنا فيلم. الفيلم اتعرض في فبراير سنة 1935 في كذا دور عرض. اتعرض في سينما مسرح الأزبكية في القاهرة وفي سينما جموم بالاس في الإسكندرية. تابعونا.